السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله يا جماعة معانا فيديو إزاي هنركب ونجمع مروحة فريش السمارت. تمام. مبدئيا دي شكل الكرتونة بتاعتها، هي بتبقى ضمانها 5 سنين. احنا بنحتاج في موضوع التركيب ده كل اللي احنا محتاجينه مفك صليب، مش أكتر ولا أقل. مفك صليب. هنفتح الكرتونة معاكم وهنشوف المكونات بتاعتها فيها إيه. بتاعتها يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين كده، ده عمود بتاع المروحة. ده يا جماعة الجزء بتاع الموتور بتاع المروحة. هي في منها بالريموت ومن غير ريموت، دي اللي من غير ريموت. تمام. دي القاعدة، دي قاعدة المروحة زي ما انتم شايفين. دي القاعدة وده الغطا بتاعها بتاعتنا، وده وش المروحة وده الغطا بتاعه. دي بيجي معاها ده عبارة عن القفيز اللي بيركب على الريشة بتاعت المروحة، ودي المسامير بتاعت المروحة والمسمار اللي بيربط العمود. هنشوف هنجمعها ازاي. الموضوع سهل وبسيط، وهنبدأ مع بعض بسم الله. بجيب القاعدة زي ما هي كده، ليها اتجاهين. الاتجاه ده اللي فيه البلاستيكة ده بيبقى فوق، تمام، والاتجاه التاني ده اللي فيه المسمار ده من تحت ده بيبقى تحت زي ما انتم شايفين كده. باجي اقوم فاتح الكيس، بيجي معايا 4 مسامير بركنهم على جنب دلوقتي اهم، بركنهم على جنب دلوقتي. وبيجي معايا الوردة ديت، وادي المسمار. الوردة دي بعمل بيها ايه؟ بقوم جاي قالب القاعدة كده بعد ما احط المسمار، احطها بالشكل ده، واقوم جايب المسمار ابتدي اربط عشان اثبت العمود اللي فوق. لازم يتربط كويس جدا، ونخلي بالنا ان الاعداد دي ما تقعدش تتخبط كل شويه في البلاط وفي الارض لحد ما يتقل معايا. ما بقرطش قوي عشان ال ال القلوص بتاعي ما يفوتش كده. تمام، بقت زي الفل. هاجي بقى اعمل ايه؟ هجيب الجزء بتاع الموتور زي ما حضراتكم شايفين. في هنا 4 فتحات، 1 2 3 4، وهنا في فتحتين. لازم الفتحتين دول ينزلوا قصاد دول بالمنظر ده كده، وفي مجرى ورا وفي مجرى قدام. لازم المجرى اللي جوه ده، في جوه 4 مجاري برضه اهم، في 4 بروز هم لازم ينزلوا في الاماكن بتاعتهم. اقوم جاي كده اربع مسامير. دلوقتي انا ادي الجزء اهو بتاع الموتور، دخلته في المجرى بتاعه. بيبقى فيه هنا مسمارين، وفي البلاستيك اللي بتبقى جوه الماسوره ديت بيبقى فيها فتحتين، فتحه ورا فتحه قدام. دول مسمار ورا ومسمار قدام ومسمار من الجنبين. ادي الاربع مسامير بتوعنا. ادي يا جماعه الاربع مسامير ربطناهم اهم. هنقفل عليهم. الموديلات القديمة شوية كانت بتيجي ب5 مسامير، كان بيبقوا 2 في الجناب وواحد من ورا، بس هما اللي من هنا ده قافلينه. فهو ممكن انت تلفها بأي شكل من الأشكال، ممكن تعملهم صليبة ورا وقدام، ممكن تعملهم من الجنب زي الشكل اللي يريحك. كده أنا بقفل. لازم تقفل كويس لأن الجزء ده بلاستيك، ومع طول الدماغ بتاعة الموتور ممكن يتقطم أو حاجة، فلازم تقفل كويس. كده ايه الدنيا تمام كده. احنا ربطنا ايه المروحة. فاضل الجزء الأخير، نفك الصامولة اللي بتمسك الريشة.
في عندي 2 طارة. الطارة الخلفية بيبقى فيها المكان المبيت بتاع الموتور، بمعنى ايه، والمكان الامامي بيبقى مكتوب عليه اسم الماركه اللي هو فريش. فده الخلف وده الامامي، ادي الامامي اهو وده الخلف اهو. هنعرف الخلف منين؟ بيبقى فيه 3 بنوز، 3 بياته كده بيتحطوا في ال3 افيز دول. بقول لكم ادي افيز 2 3 بيباتوا هنا كده بالشكل ده. بعد كده بقفل عليهم بالصامولة بتاعتنا. ده ربطنا الصامولة اهو، بتلف يمين تمام، تقرب كويس جدا لحد ما تثبت معاك. بعد كده بجيب الريشة يا جماعة اهي، تخش معايا بالشكل ده. فيها المسمار بتاع المروحة ليه مسحة كده، ليه مسحة. المسحة دي بتبقى ليها بياتة هنا اهي، شايفين كده ليها بياتة اهي، فبحطها في الاتجاه المقابل للبياتة دي كده. تلاقي بقية المسمار اهو. الصامولة دي بقى بتلف عكس عقارب الساعة. حرك عليها كويس. هاجي بقى للجزء الأخير إن أنا أركب الوش بتاع المروحة. تمام، الوش ده هو كده ركب؟ لا كده مركبش. في عندي حاجة حزام بلاستيك بيجي زي كده، بيبقى فيه مسمار من هنا بنفكه ونفتح ده، بعد كده بنحطه بالمنظر ده كده يقفل لنا على البرواز. افك المسمار شويه، هقويه شويه لحد ما افتح كده. الحزام من جوه ليه بياته، ادي البياته الاولانيه، دي بياته ودي بياته. البياته الاولانيه للخلف والبياته الاماميه دي للايه، الجزء الامامي. بقيت في مكانها بالمنظر ده. بعد كده اقوم جايب الجزء الامامي كده. يا جماعه انا ركبت الاطار اهو تمام، ودخلت كل بياته في مكانها، الخلفيه مع الخلفيه والاماميه مع الاماميه. هنزل تحت بقى كده، ابتدي اربط المسمار عشان يجمع معايا ايه الاتنين مع بعض. الفريش الوحيده اللي فيها النظام الغريب ده شويه، الباقي بيبقى زي كليبسات. ده حزام بقى، هو بيفضل نربط كده لحد ما يجمع ايه، لحد ما يقفل معانا خالص كده. الدنيا بقت تمام، الحزام تمام. اضغط عليه مرة أخيرة بس زي الفل. الحزام معانا اهو، ماسك الخلفي مع الأمامي كويس جدا. لازم تتأكد عشان خاطر ايه محصلش ايه لا قدر الله مشكلة ولا حاجة. لازم تتأكد بعد ما تخلص إن كل بياتة داخلة في مكانها. نجرب كده، نقول بسم الله. بسم الله. صوتها واطي مش عالي، احنا بس عشان مقربين الموبايل منها شوية. بخلاف المروحة التانية اللي هي الصيني وكده بيبقى صوتها مزعج. وما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين ثابتة ما بتتهزش، مفيش أي حركة. صوت الهواء بس عشان قريبين بس منها شوية. يا رب يكون كل حاجة واضحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.